اهلا بيكم. الفقره الثانيه النهارده في الليله لسه مكملين معاكم. الفقره الاولى كانت فقره مميزه جدا، الفقره الثانيه ان شاء الله برضه هتحوز على رضاكم وعلى اعجابكم، بس الفقره الثانيه مالهاش علاقه بالفقره الاولى خالص. بقى الفقره الثانيه هنتكلم عن الافلام الروائيه وخاصه الافلام الروائيه القصيره. النهارده هنستضيف حد قوي جدا، حد جامد جدا، حد خد جوائز كتيره قوي وخد جايزه مميزه جدا وعمل اكتر من 40 فيلم روائي قصير، مش كده مريم؟ بس يا عمر بعد اذنك عشان عمر مصطفى ما يزعلش. عمر مصطفى؟ عمر مصطفى 42 انا قلت اكتر من 40. يعني 42 فيلم، يعني الاثنين دول يفرقوا معايا. الاول رحبوا معايا بعمر مصطفى الممثل ان شاء الله اللي هيكون ممثل قوي جدا. اهلا بيك يا عمر في الليله معانا النهارده. انا بتشرف ان انا معاكم، وانا من فانز بتوعكم على فكره، متابعكم على طول. انت دايما معانا ودايما منورنا، وانت صاحب بيت النهارده مش ضيف. ربنا يعني يخليك. انت النهارده مش ضيف في الليله، انت النهارده صاحب بيت. اكيد طبعا اكيد. ما احنا قلناها دي ان هو مش صاحب. طب خلاص انتوا هتلخبطوني عمرو وعمر يعني عمر عمر انت وعمرو يعني هتلخبطوني النهارده في الحلقه. لا تمام. عمر بقى عمر مصطفى. نبتدي بقى. عمر انت عملت اكتر من 40 فيلم فعلا، عملت 42 فيلم. 42 فيلم وال 43 في السكه. يعني هو 43 لسه بتحضر ليه يعني؟ لسه بجهز لتصوير فيلم اسمه حبيبتي ليا انا. الفيلم ده ان شاء الله باذن الله تقريبا ان شاء الله هيبقى شخصيه ليك، هيبقى اقوى ان شاء الله، اقوى فيلم في 2017. فكره جديده جدا. عمر مصطفى اوعى تقول لي انك انت ال 42 فيلم دول ما كانش معظمهم كوميدي، صح يا مريان؟ ما كانش ايه؟ افلام كوميدي كتيره؟ لا انا عملت 3 افلام بس كوميدي. انا مشكلتي ان انا لما بحب اعمل حاجه اعملها على اكمل وجه. يعني انا الكوميديا لما اقول ان انا هعمل فيلم كوميدي لازم الناس كلها تموت على نفسها من الضحك، فالموضوع ده بياخد. يا راجل اذا كان احنا اصلا دلوقتي بدانا نموت على نفسنا من الضحك، معقول انت هتعمل فيلم كوميدي او ورق كوميدي الناس مش هتموت على نفسها من الضحك؟ انت متاكد؟ يعني انا 3 افلام بس كوميدي؟ بس. ايه البدايه بقى؟ بدايه الافلام الروائيه القصيره جت ازاي؟ البدايه جت ازاي؟ يعني هي البدايه خالص بقى من اول ما بدات تقول انا همثل، من بدايه ال 42 يعني. خلينا يعني نرجع لاول فيلم. بالظبط لاول فيلم خالص. وكانت فكرته ازاي؟ ولا انت اللي كاتبه ولا انت يعني كانت مجموعه اصدقاء يعني؟ هو الفكره ان انا كنت من فتره ان انا اول ما يعني قبل ما ابتدي يعني كنت عايز اعمل فيلم قصير. رحت لكذا مخرجين اللي هم بيعملوا الافلام القصيره، رحت قلت لهم انا موهوب، عايز اعمل فيلم قصير، عايز اوري موهبتي للناس، عايز يعني اتشهر. الكلام ده كان من كام سنه يا عمر معلش؟ من 3 سنين او 4 سنين يعني. كويس. انت عارف الوقت بيجري فالواحد ما بيحسش. الوقت يجري في 3 سنين او 4 سنين تعمل 42 او يعني داخل على 43. ده اصرار منك رهيب جدا. ما هو انا بقدم فيلم كل شهر يعني. كل فيلم بيزيد الفانز، فالفانز على طول يعني متابعينك كل شهر بتنزل. عايزين بقى فيلم يعني. انت بتخلص الفيلم في شهر وتقدمه. في افلام بتخلص في اسبوع يعني أسبوع. عشان طب الفيلم معلش يا عمر يا مصطفى، الفيلم بعد اذنك، الفيلم القصير او الفيلم اللي هو شروط المهرجان ان يخش اي مهرجان او اي مسابقه المفروض ان هو ما يتعداش مده زمنيه قد ايه؟ في مهرجانات بتطلب مده معينه، في مهرجانات ما يتعداش ال 30 دقيقه. ما يتعداش 30 دقيقه. يعني انا هحكي على معجزه حصلت في مهرجان. معجزه فعلا. في مهرجان لسينما الموبايل. كويس. ده المفروض ان انا عرفته. مهرجان لسينما الموبايل اللي كان ماسكه المخرج الكبير علي بدرخان. تمام. كلنا عارفين. تمام. كان انا يعني خلاص الباب التقديم هيتقفل بكره. يعني بكره قدامي بالظبط 12 ساعه. طلعت فكره المفروض ان انا مطلوب مني فيلم 3 دقائق من الموبايل. 3 دقائق يعني. طب انا هعمله ازاي؟ تمام. فالفكره والمونتاج والتصوير والتمثيل وكل حاجه طلعت في 3 دقائق، و3 بس بيمثلوا و3 يعني بيصوروا. يعني قدمتهم بعد 12 ساعه؟ والله الحقيقه في 6 ساعات بالظبط خلصنا الفيلم. 6 ساعات 6 ساعات. طب وده اخد جوائز ولا لا؟ لا ما خدش جايزه، بس ايه الميزه اللي فيه ان هو اتعرض من ضمن ال10 افلام اللي اتعرضوا. يعني هم اللي داخلين المهرجانات ده اتصفوا يعني على 10 دول. انا منهم فيلمي. بس الحمد لله. ممكن تقول لنا كده بسرعه كانت فكرته ايه، او يعني تشرح لنا؟ انت جايب معاك ال 42 معاك اللي في ال 42 موجودين صندوق كده جايبهم 42 فيلم كده موجودين. طيب كلمنا الاول بس عن الفيلم اللي هو اتعمل في 6 ساعات ده، اللي هو عن الموبايل. يعني احنا حبينا ان احنا نعمل مثلا ايه، هو واحد بيشوف موقف وحش وموقف حلو. كويس. الموقف الوحش ده لما بيلبس النضاره بيلاقي ان الموقف الوحش ده النضاره دي عباره عن زوم. الفيلم اسمه زوم. تمام. فلما بيلبس النضاره احنا ما شفناش على فكره. انا بحكي. فلما بيلبس النضاره بيشوف ان نلاقي الموقف الوحش ده بيطلع في الاخر حلو. والموقف اللي هو الوحش اللي هو الحلو اللي شافه بيطلع في الاخر وحش. الفكره بتاعت اللي انا عايز اوصلها من الفيلم ده ايه، ان هو يعني ما تحكمش على حاجه لما تقرب منها قوي. حلو. زوم.
او تشوفها. زوم، هي معمول على نظاره. تمام، هي دي فكره الفيلم ببساطه بس خالص. حلوة أوي. بس في 3 فكره دقايق. حلوه جدا. بس الموقف كان عباره عن ايه؟ ممكن نعرف ولا صح؟ الموقف مفيش مشاكل. نقول هو الموقف كان عباره عن ايه. واحد بيقول له صاحبه ممكن تسلفني قرشين سلف. تمام، فبيقول له انا عينيا. قط المشهد اللي بعده لما بيلبس النضاره بيلاقي نضاره في الشارع بيلبسها، بيكمل بقى المشهد. صاحبه بيحط فلوس بيطلع الفلوس في جيبه، فبيطلع الفلوس. المفروض ان يعني الناس خلاص هتفتكر ان هو هيديله الفلوس، بيطلع في الاخر بيقول لا الفلوس دي يعني هتكفينا لوحدي فمش هينفع صاحبي. تمام، الموقف اللي بعده بيقول له انت ينفع تقف جنبي؟ قال له عينيا يعني لا. كان بيقول له ايه؟ قال له لا انا مش هينفع اقف جنبك. ده المفروض ان هو موقف وحش والناس بتقول له ايه؟ ان هو مش هينفع. كات بيلبس النضاره بيلاقي بيقرب من الحقيقه قوي، بيقول له انا مش هينفع اقف جنبك. انت عايز نقف جنبك في حاجه تضرك؟ لا طبعا. هو دي الفكره. حلوه الفكره، حلوه فكره بسيطه بالظبط، وموصله مسج مباشره يعني. بس هو كان نفسي اطلع اخراج احسن وتصوير. وانت اللي اخرجت ولا؟ انت بتخرج وتصور ما هو الفكره ان انا بتلحق تصور وتمثل. ما هو الفكره ماشيه ازاي يعني. في ناس ما بترضاش ان هي تيجي طبعا عشان حاجه ما فيش مقابل مادي يعني. انا ظروفي على قدي طبعا. بس دلوقتي ابتديت اتعامل مع مخرجين يعني. انا الموضوع ده كان من سنه تقريبا. دلوقتي بقيت اتعامل مع مخرجين بيجي يخرجوا لي الافلام. طب حلو. بس انا على فكره مش اخراج يعني مش ماشيه كده. لا انا لا مش ماشيه كده اللي هو ايه يعني مش عايزين نفهم بس الكلام براحه. مش كده اللي هو ايه مش ماشيه كده يعني مش الموضوع ايه صدفه يعني. لا بيبقى انا مش الموضوع صدفه يعني. في ترتيب وفي تركيز وفي يعني في ديكوباج بيتكتب في حاجات ميزانيه معينه بتتعمل ولا حاجه بسيطه. ديكوباج يعني قصدك حركه كاميرا مع حركه ممثلين عشان الناس تعرف يعني الكادرات اللي بتتاخد كل كادر بيبقى ليه يعني مدروس كويس قوي. الكلمه دي هتتاخد كلوز مثلا، المشيه مثلا لازم تتاخد لونج. فكل الحاجات دي بتبقى اكتر الافلام اللي انت بتعتز بيها من ال 42 او اكتر حاجه انت بتحبها. هقول لحضرتك على حاجه. احسن فيلم بعمله كل فيلم بعمله يعني اخر فيلم ليا هو احسن فيلم عندي. انا كل فيلم بيبقى احسن من اللي قبله. يعني انا الحمد لله. بتتعلم منه حاجه يا عمر ولا ايه؟ يا عمر. عمر انتوا لخبطتوني. والله هو عمر. اتنين عمر. بتتعلم منه حاجه يعني. انت بتقول اخر فيلم هو بالنسبه لك احسن فيلم او يعني التجربه فيه كانت احسن من اللي قبلها. ايه اللي فرق ان كل تجربه بتعلمك ايه؟ انا من النوع ان انا بحب اسمع النقد جدا، بحب اسمع النصايح. يعني انا كل فيلم اكيد بيبقى كل واحد بيغلط يعني. انا بمسك اخطائي اكتبها في ورقه، اشوف بقى لا انا غلطت في الفيلم ده. انت كشكول بقى عشان يكفي لا ورقه. ورقه على طول بيكفي. اخطائك كلها في ورقه بس؟ ما مش اخطاء كتير يعني انت ادرى. ما اعرفش بسيطه بقى. يعني مثلا مشكله الصوت. انا كان زمان عندي مشكله في الصوت، لا الموضوع دلوقتي اتحل. في ناس دلوقتي بتساعدني دلوقتي بتعمل لي الهندسه الصوتيه. عايز اشكرهم طبعا مهاب اسامه وبلال عبد الله، عايز اشكرهم جدا. في ناس بتعمل لي دلوقتي الموسيقى التصويريه. في تطورات بتحصل. مثلا يا عمر كلهم مبتدئين زيك ولا كلهم برضو في ناس اخذت خطوات مثلا نقدر نقول واشتغلت مع نجوم، اشتغلت مع ناس او زي ما بنقول اشتغلت في الميديا او اشتغلت اوريدي في حاجات معينه؟ يعني في دلوقتي شغال مع فنانين يعني هم مهاب وتيام دلوقتي هم اصلا مطربين بس بيعملوا الحاجات دي كشغلهم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا هندسه وموسيقى. ده شغلهم. تمام. هم بيسعوا زي في حته الغنى. تمام. يعني هم زي برضك. حلو ده جميل قوي. طب انت اخبار الدراسه معاك ايه؟ لا انا الدراسه يعني انا ايه بعافيه ولا ايه شويه؟ لا ما بحبهاش يعني. ما بتحبش التعليم؟ لا بلاش هو صعب. خلينا نكون صراحه. قول بصراحه. بصراحه يعني انا لو كنت بحب التعليم كان زمان دلوقتي من اوائل الطلبه. لان انا طموح جدا وبحب التحدي جدا. يعني انا عمري ما دخلت معركه وما كسبتهاش. كويس. فانا لو كنت في دماغي التعليم انا كان زمان دلوقتي فعلا واخد اول على الجمهوريه. ما اتعلمتش
خالص ولا ايه؟ مفيش؟ لا اتعلمت طبعا والله. بس انا ما كنتش بذاكر. طيب كده قول لي بصراحه كده، انت يعني مش حابب المذاكره والتعليم، ما فكرتش تخش المعهد، معهد فنون مسرحيه، معهد سينما؟ ما والله فكرتش جربت بس ما حصلش نصيب يعني الحمد لله. بس هو التجربه ما بتكونش مره او اتنين على فكره، ده بيكون كذا مره. يعني هي اكيد مره واتنين بس انا دخلت ورش، يعني خدت ورشه سينما وخدت ورشه مسرح وده فادني جدا على فكره. شغال مسرح، ممثل مسرحي برضك، لسه عامل عملت مسرحيه مع مين؟ مع نجوم يعني ولا حد برضه؟ هو انا كنت هشتغل في مسرحيه مع نجوم بس ما كملتش فيها لسبب يعني هي المسرحيه دي اتوقفت يعني. بس انت شغال مسرح في كل شغال. انا لسه عامل مسرحيه بطولتي اسمها كلنا بنحبها، لسه كانت من شهرين كده، الحمد لله عجبت الناس جدا، من تاليفي برضك. جميل. انت واضح ان انت موضوع التاليف ده مريان عنده شغال، مش كده؟ موضوع التاليف ده انت ما انا المشكله ان انا عشان تجيب افكار تعجب الناس بفلوس، صح. فانا بسرح بخيالي. الممثل معروف ان هو يعني لازم يكون عارف كل حاجه، فانا الحمد لله لقيت نفسي ان انا عندي موهبه التاليف جدا. يعني انا الناس كلها بتقول لي انت مؤلف شاطر جدا، الحمد لله يعني الحمد لله حته التاليف دي يعني بسرح بخيالي شويه. يعني مثلا فكره حبيبتي ليه انا ما اعرفش جت ازاي، يعني انا كل ما احكيها لحد يقول لي والنبي اديني الفيلم ده يعني. حبيبتي انا دي اللي لسه بجهز لها، تنزل على النت يعني. لسه لا هي داخله مهرجان الاول، داخله مهرجان وبعد كده ان شاء الله باذن الله، عشان المهرجان اللي هو داخل بيه ما ينفعش. طب حابب تقول لنا عليها ولا ممكن تتاخد ولا لا ما ينفعش عشان المهرجان. طب الجائزه اللي انت اخدت عليها اوسكار ايجيبت كلمنا عنها، اللي هو ده بتهيألي اخر فيلم ليك. فيلم علشان بحبك. عشان بحبك. انت كلها قصص حب، انت ايه؟ لا هو مش قصص حب، انا على فكره يعني كل افلامي ماشيه على خط واحد، رساله واحده اللي هي ايجابيه، رساله ايجابيه. طب ما تدينا طاقه كده ايجابيه وقول لنا اخر فيلم كان لو معاك حاله شويه ايجابيه يا ريت يعني. عايزين شويه امل. خلينا الواحد خلاص يعني انا في وزع كمان قدام الكاميرا قدام الناس يعني. بصوا يا جماعه مفيش حاجه اسمها مستحيل، كل الاحلام ان شاء الله بتتحقق. مفيش حاجه اسمها مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل. اكيد انا ما كنتش اتوقع ان انا ان شاء الله يعني الحمد لله انا اخد جائزه افضل ممثل. دي حاجه انا لما سمعت الجدول بتاع الافلام اللي هو اللي واخدين اسامي انا تقريبا قعدت متنح. انا واخد جائزه افضل ممثل، احساس حلو جدا طبعا جدا. احسن ممثل واحسن يعني حاجه جميله حاجه. وانا على المسرح انا بمسك الجائزه يعني تقريبا. وانا بجد ده انا مش طب معلش بس اعرف الناس الاول بالمهرجان، بس مهرجان اوسكار ايجيبت في بعض الناس مش عارفاه يعني بيتعمل مرتين في السنه؟ بيتعمل مرتين في السنه بقياده استاذ عادل عمار. طبعا بيحضروا نجوم ومخرجين والحمد لله الموضوع بيتشاف اكتر. في لجنه تحكيم؟ اكيد طبعا. هو الفيلم الاخير هو علشان بحبك كان طبعا لجنه التحكيم مخرج كبير محمد النقلي ومصطفى الدمرداش وبس مصطفى. طيب المهرجان بيتعمل مرتين في السنه وانت خدت جايزه لاحسن ممثل مهرجان اوسكار ايجيبت مش كده؟ طب في مشكله بس يعني الجائزه كانت يعني هو اوسكار الصغير ده؟ الاوسكار مفيش. هي فكرته ان هو ايه اوسكار ايجيبت ايه؟ اموال. نعم فلوس. لا ما فيش فلوس. لا متأكد؟ يا ريت. طب مصطفى معلش يعني اسمح لي بقى احنا اصحاب واخوات وبندردش انا وانت ومريان يعني وعايزين بس نعرف 42 فيلم ربنا يزيدك يا رب وجايزه احسن ممثل بس يعني هو ايه اخبار الاموال؟ طيب ما انت كده يعني بص الدنيا عامله ايه؟ طيب بيحب يتكلم في الفلوس على طول. عشان نلخص. انا هجيب من الاخر. جيب من الاخر بالظبط. انا اشتغلت كل حاجه تمام. انا ما بكتبش على فكره، بقول كل حاجه. اشتغلت في البرفان، كل حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا اشتغلتها تمام. يعني انا بحب النوعيه دي. انا من اسره بسيطه جدا، اهلي ناس بسيطه جدا بس الحمد لله مبسوط ان دول اهلي وفرحان دول دي منطقتي وكل حاجه. انت منطقتك ايه؟ امبابه. اهل امبابه طبعا. تحيه لكل اهل امبابه. تحيه طبعا كل اهل امبابه وتحيه لامي وابويا وكل عائلتي. جميل ده. فانت مبسوط ان دول اهلك وفرحان ولكن برضه ما جاوبتش على سؤالي. هم الفلوس. الانتاج قصدك تتكلم على الانتاج وانت برضه عامل ايه في الدنيا؟ وانت برضه لازم بتكسب دلوقتي. انت ما بتكسبش من الافلام دي. انا حاطط خطه ان شاء الله الفتره الجايه. لو هتبيع اوسكار الصوانفور ده لا مش هبيع. وهتبيعه ده تاريخ ده. انا حاطط خطه ان شاء الله الفتره الجايه ان انا باذن الله هكون ممثل كبير رقم واحد في مصر ان شاء الله. هي بس ايه واحده طبعا. اكيد الموضوع مش بيجي على طول كده زي اي حاجه في الدنيا. بس عمر خلي بالك ممثل برضه بس. طب يلا بقى تعالى على الفيلم الجاي بقى. هنعمل انا وانت افلام قريب جدا. يلا معايا فكره. نسمع الخطه. فانت حاطط في دماغك خطه قريب فان شاء الله باذن الله باخدها واحده. كل خطوه باخدها انا عامل حسابها. يعني انا ان شاء الله الفتره الجايه لا السنه دي باذن الله هبتدي اسعى في حته الدراما شويه. يعني انا باذن الله الفتره الجايه
لا انا هعمل كذا الفتره الجايه. يعني أنا كنت هتعمل حاطط ايه دراما زي ايه؟ يعني هتروح تشارك في مسلسلات مثلا، يعني ممكن نلاقيك يعني السنه دي في رمضان مثلا؟ لا مش السنه دي، السنه الجايه ان يعني شاء هم الله. طبعا عشان كل المسلسلات لا اصل هو بتنتهي. مريان قصدها ايه بقى بصراحه؟ يعني انا حسيته من سؤالك يا مريان، هتعمل ايه بمعنى يعني هل هو قرار انا قررت اشارك في الدراما فمساء الخير انا جاي لكم، انا وظفت نفسي عندكم، عارف انت الجو ده ينفع كده؟ لا انا عندي ثقه في نفسي زياده عن اللزوم. يعني تمام. لما وده حلو فضل، ده طبعا، فضل ده من حلو. ربنا سبحانه وتعالى جميل. الحمد لله الحمد لله. لما اقول مثلا انا ان شاء الله السنه الجايه هعمل كذا، ان شاء الله بمشيئه الله كل حاجه لا تمام. انا اصل انا ايه زنان، ما بسيبش الحاجه الا لما اوصل لها. يعني انا السنه دي كنت حاطط ان انا خطه ان انا ايه لازم باذن الله انتشر في المهرجانات، اعمل افلام تنتشر وده حصل، وده حصل فعلا وخدت الجايزه. بس احنا بنتكلم على الخطوه العمليه، يعني مريان قصدها وانا برضو يعني خدت من سؤالها وعايز افهم الخطوه العمليه ايه. هل مثلا هتروح كاستنج، هتروح مكاتب تسويق ممثل؟ ما فيش في مصر قوي الكلام ده. هل هتروح للمخرجين، للمنتجين، للمحطات مباشره؟ هتروح مثلا اعمال دراميه تروح تشارك فيها، مثلا نجم مثلا زي النجم عادل امام، الفنانه كبيره يسرى، مش يعني في نجوم بيبقوا في رمضان معروفين ان هم داخلين عمل فني. ايوه صح. هتروح مثلا تقول تخبط على الباب زي ما عمر قال لك وتقول انا عمرو وجاي من عمر وجاي من عند جاي من عند مريان وعمر نجيب وعايز امثل عندكم. لو هتروح انا معاك، يعني لو انت هتعمل ده مفيش مشكله وانت عارف النتيجه كويسه انا معاك. هو الاوديشن تقريبا خلاص اتقفل السنه دي، خلاص خلاص متهيألي خلاص خلصوا. يعني فهو يعني انا كنت قصدي في خطه يعني للموضوع. يعني انا السنه دي كنت عامل حساب ان انا في المهرجانات والمسرح. يعني السنه الجايه دراما ان شاء الله. يعني انا عامل حساب ان انا السنه دي هعمل عرضين. مسرحيه اسمها منك انت. دي مسرحيه كوميديا جدا، فكره جديده ما اتعملتش على المسرح خالص. الحاجات اللي هتتعمل على المسرح تقريبا الناس اللي هتتفرج هتتعلم مننا، يعني الحمد لله الحمد لله. بس استنوا شويه بعد رمضان. هتخرجها برضو انت؟ ايه؟ لا طبعا المسرح ده موضوع تاني بقى. ده جايب له مخرج كبير والله، مخرج فاهم يعني ايه مسرح. المسرح ده اصل المسرح ده مش زي الافلام القصيره. المسرح ده حاجه تانية خالص، دراسه لان بيبقى فيه منتقدين وفي ناس تيجي تتفرج كبار، فلا ليه ناس. استفدت من المسرح ادالك طبعا. استفدت منه اكتر من وقفتك قدام الكاميرا؟ المسرح هو اساس التمثيل طبعا. يعني انا اللي خلاني ممثل شاطر هو التمثيل المسرحي غير التمثيل السينمائي. تمام. بس انا استفدت في حته التمثيل ده، المسرح ده لايف قدام الجمهور، في بقى هي التواصل مع الجمهور والكلام ده. بس مع احترامي يا عمر، يعني طبعا كل المدارس القديمه وكل الناس دلوقتي وكل الكلام اللي بيتقال المسرح ابو الفنون والمسرح هو الاساس والكلام ده، انت عارف ان في اتجاهات ثانيه في اتجاهات ثانيه دلوقتي بتقول لك لا السينما. مش بتكلم عن ناحيه تجاريه او نجوميه، بتكلم حتى على اساس تفاصيل الممثل او رياكشناته او تعبيرات وشه او الكلام ده او قوته بتبان في مناطق معينه. المسرح التواصل مع الجمهور وزي ما انت بتقول لايف، بس السينما بتبين التفاصيل اكتر. ايوه هي بص انا بشتغل ده وده، يعني انا مش قلتش حاجه، انا مش حاجه يعني مش حته فكره اللي هو ايه لا ده انا شغال مسرح بس، لا ده انا شغال مسرح. لا انا بس بتكلم على حته ان المسرح ده هو الاساس وهو الوحيد وهو يعني هو الاساس. بس انا بقى على فكره انا بحب اقدم فن. يعني انا ان شاء الله حاطط خطه ان شاء الله لما ابقى اوصل وابتدي الاعمال اللي انا ابتدي اختارها هيبقى انا هقدم فن، مش اللي هي حاجات تجاريه وخلاص. السوشيال ميديا اخبارها ايه معاك؟ بالظبط، وبالذات ان السوشيال ميديا انت قلت حاجه مهمه جدا، قلت لازم كل شهر اقدم لهم مثلا اقدم لهم فكره معينه. فانت بتبقى عندك اصرار ان انت تظهر لهم كل شهر بتقديم فكره ما. يعني هو الحمد لله السوشيال ميديا في الفتره دي حلوه جدا لينا، يعني اي فيلم دلوقتي بينتشر بسرعه جدا. يعني في فيلم عملته اسمه من جوه يعلم الله، ده اتجننت شويه فيه، لبست ميك اب شحات. انا نزلت شحات، انا كنت شحات حلو. كنت بوزع على العربيات بجد. طبعا احنا فلوس حلو يعني إيه؟ لميت فلوس حلو؟ لا ما لميتش فلوس بصراحه، دول خدوا المناديل وجريوا. ضحكوا عليك. انا شفت سلبيات وشفت ايجابيات، يعني شفت ده وده. لبست الميك اب تجربه حلوه جدا. يعني انا كنت واحد تاني غير عمر، انا مش عمر، كنت شحات فعلا. بس انا عشان ما ينفعش اجر عربيات، ما فيش فلوس ان انا اجر عربيات ومش عارف، فجبت باكت مناديل وحطينا الكاميرا، ظبطنا الكاميرا وكل حاجه، والكاميرا بقى بقت تمشي معايا. بقيت اوزع مناديل في الشارع، في اللي خد المناديل ومشي، وفي اللي يعني قال لي شكرا. في موقف كوميدي حصل، كنت داخل الصيدليه
تصوير من غير ما ياخد باله. الكاميرا كانت بره جايبانا من ازاز. الراجل دخل جوه اتخض، انت مين؟ قلت له والله ده تصوير، وانا داخل عند حضرتك هصور واحنا شباب ومش عارف ايه، ويا ريت تظبط لنا الكلام يعني. ف قال لي طب بسرعه. هو الراجل كان خايف جدا، انت لا يمكن. قالوا ان احنا وريناك كاميرا ما كانش يصدق. عمرو مصطفى، بنشكرك ان انت كنت منورنا النهارده وسعداء بيك، وبنتمنى لك التوفيق. هنسيبه كده خلاص؟ هنسيبه يمشي؟ عمر مصطفى بجد والله عايز اقول لك على حاجه. هي قالت عمرو بس مش مشكله، عشان هي عمر. انا مركزه مع عمرو عشان دي يختلف عن عمر. عمر بجد والله العظيم، بغض النظر عن اللقاء والليله والكلام ده وانك انت ممثل، انا فخور بيك، فخور انك انت فعلا شاب مصري جميل بيحاول ان هو يؤكد موهبته وبيقول للناس انا موهوب وانا هعمل افلام وانا همثل. وعجبني جدا الحماس والاصرار اللي عندك، وفكره كمان القرار. انا السنه دي مهرجانات، السنه الجايه ان شاء الله دراما. يعني عجبني قوي القرار ده، بس برضه هو الموضوع عايز شويه ترتيبات وخطه، زي ما انت قلت دايما بتقول كلمه ان شاء الله. عشان كده ان شاء الله بالمشيئه كل حاجه بالمشيئه باذن الله. انا في جمله قلتها في فيلم علشان بحبك، حابب اقولها للناس تاني. اتفضل. في انك يبقى ليك نختم بيها. انك يبقى ليك هدف في حياتك وعايش عشان توصل له، ده شيء جميل، لكن لازم تعرف ان مفيش حاجه سهله، وعشان توصل للحاجه اللي بتتمناها محتاج وقت وجهد، وطبعا مفيش حاجه يعني اسمها مستحيل. لازم تتعب وتصبر وتتحمل، وكل شيء هتوصل له في اوانه. مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا الجمله دي قلتها في فيلم عشان بحبك، وكنت قاصدها، يعني كنت قاصدها ان انا اقولها للناس. هو الفيلم بيتكلم عن حب ومش عارف ايه، بس حاجه ايجابيه. واحنا كمان دي اخر حاجه هنختم بيها، ان مفيش مستحيل. ميرسي جدا يا عمر ليك. عمر مصطفى نورتنا النهارده. ميرسي ليك يا مريان. انا سعيد جدا بالحلقه معاكي النهارده. وانا سعيده بيكوا طبعا، واكيد اتنين عمر. بالمشاهدين. بالمشاهدين، وهقول لكم باي باي. باي باي.